بدأت حلقتنا اليوم من تلك اللحظة التي تجمدت فيها الدماء في العروق، لحظة سكنت فيها أنفاس الجميع بانتظار ما ستسفر عنه تلك المواجهة العاصفة. كانت إنجي تقف بكل كبريائها الجريح أمام فكرة ذلك الرجل الذي طالما كان مصدر قلق وتهديد لعائلتها، وبنبرة صوت كانت تشبه فحيح الأفاعي وقوة الرعد في آن واحد، أطلقت إنجي قنبلتها المدوية التي لم تكن لتخطر على بال بشر. أركان هو ابنك أنت يا فكرة، ليس طاهر. وقعت الكلمات على أذني فكرة كوقع الصواعق التي تهدم الجبال. في البداية لم يستوعب عقله ما سمع، ظن أنها مجرد خدعة جديدة من خدع إنجي لإنقاذ ابنها من بين مخالب رجاله. رمقها بنظرة ملؤها الشك والاحتقار، وحاول أن يضحك بسخرية وهو يقول بصوت مرتجف: أنت بتقولي إيه؟ أنت أكيد اتجننتي، عايزة تضحكي علي عشان أسيب ابن سعد؟ لكن إنجي لم تتراجع خطوة واحدة، بل اقتربت أكثر منه وعيناها تلمعان بدموع الندم والغضب معا. بدأت إنجي تفتح دفاتر الماضي الذي ظن فكرة أنها احترقت وتلاشت مع الزمن. قالت له بصوت يملأه الوجع: فاكر يا فكرة؟ فاكر لما جيت لك زمان؟ كنت هربانة من جحيم سعد، كنت بترجاك تنجدني، قلت لك إن سعد مش عايزني وإني عايزة أتطلق منه وأعيش معاك ونتجوز ونبدأ حياة جديدة. لكن أنت عملت إيه؟ أنت رفضتني يا فكرة، رفضت تخليني معاك وخفت من المواجهة، طردتني من حياتك وسبتني لوحدة من أصعب فترات عمري. في تلك اللحظة بدأ شريط الذكريات يمر أمام عيني فكرة كإعصار مدمر. تذكر ذلك اليوم الشتوي، تذكر ملامح إنجي المنكسرة وتوسلاتها، وتذكر كيف كان هو جبانا لا يقوى على الوقوف في وجه سعد. ومع كل تفصيلة كانت ترويها إنجي كان يتأكد في قرار نفسه أن الحقيقة المرة قد ظهرت أخيراً. أركان، الشاب الذي كان يخطط لقتله منذ دقائق، هو قطعة منه، هو ابنه الذي حرمه القدر من معرفته. ساد صمت رهيب، صمت كان يصرخ بكل الآلام الماضية. لم ينطق فكرة كلمة واحدة. ترك إنجي تنهار في بكائها ورحل مسرعاً يجر خلفه أذيال الندم القاتلة، بينما كانت إنجي تصرخ في داخلها خوفاً من أن يكون الوقت قد فات وأن ابنها قد دفع ثمن خطايا الماضي. في تلك الأثناء وفي مكان آخر كانت رائحة الموت تفوح فيه، كان التهور سيد الموقف. رجال فكرة الذين لا يعرفون سوى لغة السلاح كانوا قد استعدوا لإنهاء المهمة، وبحركة سريعة انطلقت رصاصة غادرة من فوهة أحد الأسلحة، لكن القدر كان يخبئ مفاجأة قاسية. لم تصب الرصاصة قلب أركان، بل استقرت في جسد جيفان الذي ارتمى على الأرض جثة هامدة وسط ذهول الجميع. كان المشهد يفطر القلوب. جيفان ملقيا وسط دمائه، وبجانبه دجلة ونيلوفر اللتان انهارتا تماما. كان صراخهما وويلهما يملأ المكان، ونيلوفر تمسك بيد جيفان الباردة وهي تناديه بكل حرقة. في تلك اللحظة الحرجة ظهر معدن أركان الحقيقي، وقف بكل شموخ وقوة ونظر في عيون المسلحين وقال بصوت ثابت لا يعرف الخوف: أنا هسلم لكم نفسي، هروح معاكم بإرادتي، بس ابعدوا عن دجلة ونيلوفر، مش هسمح لكم تلمسوا شعر منهم. دجلة التي لم تعد ترى في العالم سوى أركان ركضت نحوه بصرخات مكتومة وتشبثت بملابسه وهي تقول: مش هسيبك تمشي، مش هقدر أعيش من غيرك يا أركان، أنت كل دنيتي. حاول أركان أن يزجرها خوفا عليها، صرخ فيها لتبتعد، لكن قلبها كان أقوى من أوامره. وبينما كان الجميع يترقب لحظة النهاية، جاءت مكالمة النجاة. كان فكرة على الطرف الآخر يصرخ في رجاله بضرورة التراجع الفوري دون لمس أركان. انسحب الرجال بسرعة البرق، تاركين خلفهم دمارا نفسيا وجسديا لا يمكن وصفه. ارتمت دجلة في حضن أركان، كانت تشعر بنبضات قلبه المتسارعة وتستنشق رائحته وكأنها المرة الأخيرة التي ستراه فيها. أركان رغم قوته لم يستطع أن يمنع نفسه من احتضانها بشدة، قائلا لها: خلاص، كل حاجة بقت كويسة، ما تخافيش، أنا جنبك. ثم ذهب ليواسي نيلوفر المنهارة بجانب جيفان وطلب الإسعاف بسرعة، والدموع تحبس في عينيه حزنا على صديقه الذي فداه بحياته. وصل الجميع إلى المستشفى، وكان الهواء مشبعا برائحة المطهرات والتوتر. أدخل جيفان غرفة العمليات فورا، وبدأت نيلوفر رحلة من العذاب النفسي.
كانت تمشي في الممرات ذهابا وإيابا، عيناها المحمرتان تعكسان حجم الألم. كانت تتمتم بكلمات غير مفهومة: هو ما يستاهلش اللي حصل له، جيفان كان دايما بيحاول يحمينا، ليه القدر بيعاقبه هو؟ حاول أركان بكل ما أوتي من صبر أن يهدئ من روعها. احتضنها وقال لها: اهدي يا نيلوفر، جيفان قوي وهيخرج منها بالسلامة. لكنها فجأة لاحظت بقعا من الدماء على يديها، دماء جيفان التي كانت تشهد على تلك اللحظات القاسية. ذهبت لتغسل يديها وهي تشعر بقرف شديد من هذا العالم الغادر. في هذه الأثناء كان أركان يحاول طمأنة دجلة التي أخبرته بشيء غريب. أركان، أنا سمعت جيفان وهو ينطق اسم داريا قبل ما يغمى عليه، تفتكر كان يقصد إيه؟ صمت أركان قليلاً وتذكر بعض الكلمات الغامضة التي قالها له جيفان سابقاً، لكنه فضل أن لا يزيد من توتر دجلة، فقال لها: بلاش نسبق الأحداث، لما جيفان يفوق هو اللي هيحكي لنا كل حاجة. في قصر سعد كان الغضب قد وصل إلى ذروته. عاد سعد والشرر يتطاير من عينيه. دخل غرفته وأخرج سلاحه ووضعه في جيبه وهو يتمتم بكلمات الانتقام. كان طاهر يراقبه بخوف شديد وحاول منعه، لكن سعد قد فقد صوابه. دخلت إنجي في تلك اللحظة لتعرف أن سعد ينوي الذهاب لفكرة لينهي حياته بيديه انتقاماً لما حدث لأركان. لم يكن أمامها خيار سوى اللحاق به هي وطاهر قبل أن تتحول ليلة الانتقام إلى ليلة جنازية للجميع. عادت الكاميرا للمستشفى مرة أخرى لنرى أركان يتلقى مكالمة تخبره بأن والده سعد قد ذهب لمواجهة فكرة. وبدون تفكير ركض أركان ليمنع هذه الكارثة، تاركاً دجلة ونيلوفر في حالة من الحيرة. جلست دجلة مع نيلوفر وبدأت تتحدث بنبرة غريبة، نبرة تلمح فيها للوداع. أنا هحل كل حاجة يا نيلوفر، أوعدك مش هيكون في حزن في العيلة دي ثاني بسببي. لم تستطع دجلة أن تفهم نيلوفر أن كلماتها هذه كانت تقصد بها أنها ستنسحب تماماً من حياة أركان لتنقذه من لعنة وجودها. وصل أركان إلى مكان فكرة ليجد المشهد مأساوياً، عائلته كلها هناك وسعد يصوب سلاحه نحو فكرة وهو يصرخ بجنون. تدخل أركان في اللحظة الأخيرة، أمسك بيد والده وحاول تهدئته: أرجوك يا بابا، أنا بخير ونيلوفر بخير، بلاش تضيع نفسك عشان واحد نذل ما يستاهل إنك تدخل السجن بسببه. كانت العيون في هذا المشهد هي البطل الحقيقي. فكرة كان ينظر إلى إنجي بنظرات مليئة بالتهديد والوعيد. كان يود لو أن يصرخ في وجه الجميع ويقول: هذا ابني أنا، لكن نظرات إنجي كانت تتوسل إليه أن يصمت، ألا يدمر ما تبقى من حياة أركان بفضيحة ستجعله يفقد كل شيء. انتهى الموقف بكلمات سعد القاسية وتهديده لفكرة بالابتعاد عن أولاده لأنهم خط أحمر، ثم أخذ عائلته ورحل، تاركاً فكرة في صراعه الداخلي الذي يكاد يقتله. عادت العائلة للمنزل، لكن دجلة لم تجد الراحة. دخلت عليها إنجي غرفتها وبدأت تصب في أذنيها سموم الكراهية. قالت لها بقسوة: انت عاملة زي السحر الأسود يا دجلة، اللي بيلمسك ما بيشوف غير الخراب. من يوم ما دخلت بيتنا والحزن ما فرقنا. لم تستطع دجلة أن تدافع عن نفسها، فكلمات إنجي كانت تلمس وتراً حساساً بداخلها، فهي تشعر فعلاً أنها السبب في كل ما حدث. نزلت دجلة إلى المزرعة، المكان الوحيد الذي تجد فيه راحتها مع خروفها الصغير. بدأت تحدثه بمرارة كأنه يفهمها: أنا لازم أبعد عنه، أنا بحبه وما ينفعش أكون سبب في موته. هروح لفريدة وهي أكيد هتساعدني أستخبى من شرمن ومن العالم ده كله. ومن شدة التعب والحزن نامت دجلة بجوار الخروف وسط القش والذكريات. لحقها أركان إلى المزرعة، وبمجرد أن رآها نائمة في هذا الوضع لم يستطع إلا أن يبتسم بحزن. غطاها بردائه وجلس بجانبها ليغلبه النوم أيضا بجوارها. ومع شروق شمس يوم جديد دخلت زهرة المزرعة لترى هذا المشهد الذي لم يعجبها أبدا، وبدأت ملامح الشر ترتسم على وجهها، معلنة عن بداية صراعات جديدة لن تنتهي بسهولة. في ممرات المستشفى الحادئة كان فرمان لا يزال ممتشقاً لسان السوء، يلقي بكلمات مسمومة نحو نيلوفر، ملمحاً إلى أن إهمالها هو ما أوصل جيفان إلى هذا الحال. لم يتحمل قدير هذا التطاول، فتدخل بحزم وأسكت فرمان، ثم سحبه من يده وأخرجه خارج المشفى ليتيح لنيلوفر لحظات من الخصوصية مع جيفان.
جلست نيلوفر بجانب سرير جيفان، كانت تتأمل وجهه الشاحب وتطمئنه بنبرة حنونة، ثم قامت بإخراج ملابس نظيفة كانت قد أحضرتها له، وساعدته برفق ليتهيأ للعودة إلى القصر. عند الخروج أصرت نيلوفر على أن تقود هي السيارة، فجيفان لا يزال تحت تأثير التعب والجراحة. ركب جيفان بجوارها، وفي لحظة من السكون استجمعت نيلوفر شجاعتها وسألته عن الاسم الذي كان يردده وهو تحت تأثير المخدر. داريا. من هي داريا يا جيفان؟ سألتها بنبرة تشتعل فيها غيرة أنثوية خفية. هل هي خطيبتك السابقة؟ ابتسم جيفان بتعب وأجابها بأن داريا هي أخته الكبرى التي يفتقدها. حاولت نيلوفر أن تعرف اسم أخته الصغيرة، لكن جيفان صمت ولم يجاوب، فاحترمت صمته ولم تضغط عليه. ولكسر حدة التوتر طلبت منه تشغيل بعض الأغاني، فانطلقت الألحان في السيارة، وبدأ الاثنان يغنيان معا بانسجام، وكأن الموسيقى كانت تضمد جراحهما وتفتح بابا جديدا للأمل في قلوبهما. على الجانب الآخر كانت سيارة أركان تشق الطريق ومعه دجلة، حيث كان متجها لمقابلة مستثمر جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة شركته. طلب أركان من دجلة بلهجة حادة أن تظل داخل السيارة وألا تخرج منها تحت أي ظرف، لكن دجلة التي تشعر بالاختناق من القيود لم تستطع البقاء حبيسة المقعد. قررت تجويل قليها لاستنشاق الهواء. أثناء سيرها قادتها قدماها لتقف خلف جدار قريب من مكان الاجتماع لتسمع كلمات المستثمر وهي تقع كالسياط على مسامعها. كان الرجل يقول لأركان بوضوح: شركتك لم تعد كما كانت، الإشاعات تحاصرك من كل جانب بسبب زوجتك، مظهرها ولباسها لا يناسبان مكانتك ولا يمثلان واجهة مشرفة لرجال الأعمال. شعرت دجلة بطعنة في كبريائها، هي التي ضحت بكل شيء تعامل الآن كعائق في طريق نجاح زوجها. غادرت المكان وهي تجر أذيال الخيبة لتصطدم بفكرة الذي كان يراقب الموقف. حاول فكرة التحدث معها بأسلوب ناعم قائلا إن ظروفهما متشابهة، لكن دجلة صرخت في وجهه وطلبت منه الابتعاد فورا، وهددته بالصراخ وطلب النجدة، فانسحب فكرة خوفا من الفضيحة. في القصر كان جيفان يحاول استعادة نشاطه بتنظيف غرفته رغبة منه في أن تراها نيلوفر في أحسن حال. كان يتحدث إلى نفسه بهيام: نيلوفر جميلة جدا، عيناها لؤلؤيتان، هي جنة على الأرض، لكن من أنا؟ أنا مجرد حثالة، وهي ملاك لا أستحقه. لم يدرك أن نيلوفر كانت تقف عند الباب وتسمع كل كلمة. دخلت بابتسامة رقيقة وناولته السبحة الخاصة به، قائلة: أنت لست حثالة يا جيفان، أنت إنسان رائع. وعندما عبر له بمشاعره رد عليها بصدق ونبل: أنا أحبك، ولأنني أحبك لن أقترب منك إلا عندما نكون زوجين تحت سقف واحد. عندما انتهى أركان من اجتماعه وجد دجلة في انتظاره، واعترفت له بأنها سمعت كل ما دار بينه وبين المستثمر. غضب أركان لأنها راقبته، لكنها أوضحت له أن الأمر حدث صدفة. طلبت منه ببرود أن يوصلها إلى الجمعية لمقابلة فريدة. هناك انفجرت دجلة بالبكاء أمام فريدة وقالت لها: أريد الطلاق، أركان يحبني وأنا أحبه، ولأنني أحبه يجب أن أرحل قبل أن أدمره أكثر. شرحت لها فريدة أن الطلاق لن يكون سهلا، لأن أركان يرفضه بشدة، وأنه يجب إيجاد غلطة قانونية أو دليل قوي لرفع القضية، ووعدتها فريدة بأنها ستتصرف. في تلك الأثناء تلقت فريدة اتصالا من المشرحة بشأن جثة فتاة مجهولة الهوية يجب دفنها. حاولت الاتصال بإنجي لمساعدتها في الإجراءات، لكن إنجي كانت في عالم آخر وسط جلسة المساج ولم ترد. اضطرت فريدة للاتصال بطاهر الذي استجاب فورا وقام بتجهيز الأوراق الرسمية. استلموا الجثة وتوجهوا مع دجلة إلى المقابر. عندما وصل أركان إلى المقابر ليبحث عن دجلة سمعها بالصدفة وهي تتحدث مع فريدة عن إصرارها على الطلاق، فآثر الصمت وتظاهر بأنه لم يسمع شيئا وطلب منها العودة معه للمنزل. بينما كان طاهر يساعد فريدة في مراسم الدفن شعرت فريدة بحزن عميق وأرادت أن تلقي بعض الشعر على قبر الفتاة. ابتعد طاهر قليلا ليعطيها مساحتها، لكن الكلمات المؤثرة والأجواء الجنائزية أثارت لدى طاهر نوبة عصبية حادة. سقط على الأرض يرتجف بشدة وسط نوبة صرع.
تجمدت فريدة في مكانها، فهي تعاني من تروما قديمة تجعلها تخشى لمس الرجال. صرخت تطلب المساعدة، لكن لا أحد كان قريبا. في لحظة شجاعة نادرة هزمت فريدة خوفها وقربت طاهر منها وأمسكت بيديه بقوة حتى هدأ وأفاق من نوبته. قامت بتوصيله للمنزل وهي تشعر بامتنان غريب لهذا الشاب الذي يشاركها آلاما خفية. في القصر كان التوتر يزداد مع اقتراب حفلة عيد زواج سعد وإنجي. دخل فرمان على دجلة وجيفان وبكل وقاحة طالب دجلة بتقديم وريث للعائلة في أسرع وقت. رفضت دجلة بشدة، وعندما حاول فرمان مد يده ليضربها تدخل جيفان للدفاع عنها، فتعرض هو أيضا للضرب حتى جاء قدير وفصل بينهم. اعتذرت دجلة من جيفان، لكنه طمأنها قائلا: أنت أختي وسأحميك دائما. بدأت التحضيرات للحفلة، وساعدت نيلوفر دجلة في اختيار فستان أنيق يليق بالعائلة لتظهر بشكل لائق بجانب أركان. وبينما كانت دجلة في المطبخ عاد فرمان لمضايقتها، لكن أركان ظهر في الوقت المناسب. وبخ فرمان ووصفه بالقمامة. حاول فرمان الدفاع عن نفسه وكشف لأركان سرا خطيرا: اذهب واسأل أخاك طاهر من الذي أخرج فرمان من المصحة، أخوك يحقد عليك. واجه أركان طاهر بحدة: لماذا أخرجت فرمان وأنت تعرف عذابه النفسي والجسدي لدجلة؟ رد طاهر بمرارة: فعلت ذلك لأجلك، لكي تظل دجلة قريبة منك بدافع الحماية، لأنك جبان لا تجرؤ على الاعتراف بحبك لها أمام الصحافة أو المجتمع. أنت تستعر من زوجتك يا أركان. اشتعل العراك بين الأخوين وتبادلوا الضربات حتى تدخلت حواء لتفصل بينهم. اجتمعت العائلة على مائدة العشاء الاحتفالية. وضعت زهرة أطباق اللحم أمام الجميع. سألت إنجي دجلة بخبث: هل أعجبك الطعام؟ أجابت دجلة ببراءة: نعم، طعمه جميل. هنا أطلقت إنجي رصاصتها الأخيرة: بالطبع جميل، فقد ذبحنا لك الخروف الذي كان في المزرعة. ساد صمت جنائزي. تذكرت بورتشين في فلاش باك كيف حاولت حواء إنقاذ الخروف وإخفائه بعيدا عن إنجي، لكن يبدو أن الغدر كان أسرع. لم تحتمل دجلة هذه القسوة. قامت فجأة وبكل قوتها قلبت المائدة على الأرض، وتناثرت الأطباق واللحم في كل مكان. صرخت في وجه أركان الذي حاول تهدئتها: اسكت، لا أريد أحدا أن يتكلم نيابة عني بعد الآن. التفتت إلى إنجي وقالت: أنا قلت لك أنني سأرحل، لكن قسوتك تجاوزت كل الحدود. أنا سأطلق من أركان ولن أسمح لأحد بالتدخل في حياتي. في تلك اللحظة الدرامية وبدلا من الغضب أمسك أركان بيد دجلة أمام الجميع ونظر في عيون عائلته وقال بصوت هز أركان القصر: أنا تزوجت دجلة بمزاجي ولم يجبرني أحد عليها. دجلة زوجتي أمام الجميع وستبقى كذلك. كان هذا أول اعتراف رسمي ومعلن من أركان بكرامة دجلة وحقها فيها كزوجة. لتنتهي الحلقة على هذا المشهد القوي.